هناك خطبة ينقلها ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي الجزء الأول، بعد أن ينقل الخطبة يعلق عليها، يقول: هذه الخطبة لو اجتمع جميع الأنبياء، خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: لو اجتمع جميع الأنبياء بشرط أن لا يكون فيهم أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذه الخطبة. يستثني منه أنبياء أولي العزم. ولا صدر عندما يأتي إلى شرح هذه الخطبة في أصول الكافي يقول: بل حتى لو كان فيهم أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذه الخطبة. التفتوا جيدا، نحن اعتقادنا في أئمة أهل البيت ما عندنا الشك في هذا المعنى، وهذا المعنى ثابت عندنا بالتواتر القطعي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يهمنا شيء، واقعا لا يهمنا، نحن علينا بيان هذه الحقائق، من أراد أن يقبل منا هذه الحقيقة فليقبل، ومن لا يريد أن يقبل هو وربه، لا علاقة لنا.